سريع ومسافة قصيرة طبعا، بمشاركة 13 من الجياد. عندنا انسحاب رقم 8. طبعا انسحاب رقم 8 هو الجواد دوحة انكانتو، طبعا ملك السيد فهد بن راشد الخيارين، فدخل مكان الحصان رقم 14 ملك السيد منصور بن خليل المنصوري بن سلالة كليميشن، وكان في الاحتياط. فنقول كل التوفيق لجميع المشاركين. إذا نشوف معكم مشاهدينا الكرام الشوط الرابع، ونرجع إن شاء الله ثاني مرة إلى هذا الاستديو. للانطلاقة. رقم 7 ريد باور للسيد محمد بن عبد الهادي الهاجري، الآن يتجه إلى البوابة. جاهزة. ديروف. طلقت الجياد الآن كما نشاهد الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة، تصنيف من 65 إلى 85، انطلاقة مبعثرة نوعا ما مع تأخر لستندنج. نشوف الصدارة والمركز الأول مع الجسرة وكراش اند رن. ايفان روسي على القيادة في المركز الأول، المتابعة من قبل الجواد دوحة انكانتو على المركز الثاني، اكشن هيرو في المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع الشعار الأحمر والأبيض ليفي موس لعلي بن خالد المسلم. خامسا يأتينا الشعار الأبيض والأخضر، يبدو لنا شيجن للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، المتابعة من الجهة الخارجية لليفي موس وأيضا ريد باور. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول نشاهدها مع الجواد دوحة انكانتو على الصدارة وعلى المركز الأول، المتابعة على المركز الثاني لكراش اند رن لمربط الجسرة وأكشن هيرو في محاولة ليفي موس على المركز الثالث والرابع، ولكن الصدارة بين دوحة انكانتو وكراش اند رن يغير إلى الصدارة وإلى المركز الأول. كراش اند رن، دوحة انكانتو في المركز الثاني، أو لدينا لودينالين في المركز الثاني. المركز الثالث نتابعه بعد لحظات، ولكن لودينالين في المركز الثاني للسادة راعي الحصان ريسينج، والمركز الأول رقم 2 الجواد كراش اند ران اكشن هيرو، والجواد ريد باور في المركز الرابع والثالث. ولكن الصدارة والمركز الأول كراش اند ران، لودينالين في المركز الثاني، ونتابع وإياكم باقي المراكز بعد اعتمادها من لجنة المعتمدون. إذا تابعنا معكم مشاهدينا الكرام. الشوط الرابع هو مخصص الخيل المهجنة الأصيلة، شوط هانديكاب على مسافة 1100. بالفعل هو الجواد كراش اند ران بطل هذا الشوط، ملك السادة